ملامح جهاد هاده، فلم يكن بسنوات عمره 22 يتوقع أن تصل معه الحال في يوم من الأيام أن يرسم ما حل به. يجلس قرب لوحاته يتأمل جسده فاقدا ساقه في قصف إسرائيلي شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة قبل 8 سنوات. لقيت أصحابي بيروحوا على الاجتياح فرحت معهم، لعبنا. علمك الشباب والأطفال لما يكون في اجتياح، كنت لسه 15 سنة و16. بلحظة تجمعنا كلنا أنا وأصحابي 9، كنا استشهدوا 7 وتمتنا أنا وواحد. فجأة قصفونا اليهود وإحنا قاعدين نحكي مع بعض وبنلعب. ومنذ ذاك الوقت أخذ يمضي جل أيامه في الرسم، ينفق راتب الجريح البسيط الذي يتلقاه في شراء أدواته. مل من البحث عن فرصة عمل وانقطع عن الدراسة في الكلية الجامعية. سخط ولا يزال على واقع الفن بغزة في ظل عدم الاهتمام بحالته. بعد الإصابة تمسكت فيه بشكل كبير، لأنه هو الإشي الوحيد اللي أنا بتوجه له أو بريح ذاتي معه، أو بحط الإحساس اللي بشوفه في اللوحة، والإحساس اللي بنعيشه عنا والحاجات اللي بنشوفها بغزة كلها بطلعها على اللوحة. فهو كما يقول يتقن جميع مدارس الرسم، وباستطاعته التعبير عن موضوع واحد بعدة أساليب فنية، إلا أن الوضع المادي الصعب لا يوفر لجهاد القدرة على شراء مستلزمات الرسم. يعيل من راتبه البسيط عائلته المكونة من 7 أفراد، فهو المسؤول عن تدريس أخته في الجامعة، يدفع ما تيسر من رسومها باستمرار، ينتظر أن تتخرج ليدرس الأخرى إن استطاع، يحرم نفسه من أشياء كثيرة لأجل حياة كريمة لا تتوفر لعائلته. كل مدارس الفن بتقن، مستعد أدخل بأي مدرسة، لأنه أنا في الألوان وفي الرسم مجنون. لما أدخل أرسم ضلني 4 أيام متواصل أرسم، وغمرت كتير بالرسم ورسمت لوحات كتير، بس كلها بتضيع هيك. أنا بشتغل وبصرف على 7 أنفار. بشتغل البوية والنحت والرسم جوا البيوت عشان أكمل الحياة وما ألجأش لحدا. حين تيسرت له فرصة تركيب طرف صناعي استبشر خيرا في أن يضع هذا حلا لمعاناته، إلا أن عدم مناسبة الطرف لساقه أجبره على الذهاب للمؤسسة التي وفرت، مطالبا إياها بتوفير الأنسب. وكانت خيبة أمل كبيرة حين رفضت المؤسسة الطلب وأدارت وجهها له كما يقول. الطرف اللي انعمل لي كان طويل 6 سنتي، وما كانش فيه لا سفنج ولا اشي مريح، كان يجرحني بشكل متواصل. حاولت اعمل له علاجات ورحت لهم، حكوا لي هاي اللي عنا. حطيت الطرف زي ما هو، قلت له خليه عندك. هذه قصة جهاد الفلسطيني إذن. تعددت فصول معاناته وظل جريئا يطالب بحقه في العيش كغيره بكرامة وإنسانية. تفهم إحساسه فقط الريشة واللوحة. سعيد قطيح لزمن بريس غزة.